بقول لحضرتك ايه؟ هو انت ترضى ان مراتك تكلم واحد وتدردش معاه، يسأل عليها وتسأل عليه، يطمن عليها وعلى صحتها، وهي كمان تطمن عليه؟ هي ما عملتش حاجة غلط، ده مجرد دردشة عادية مش اكتر. وده يخليني اقولك، ممكن تفكر فيها دقيقة؟ ويا ريت تكتب لي في التعليقات اذا كنت ترضى ولا لا. وانا متأكدة ان اللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على غيرك، لان الراجل المحترم اللي بيعرف يعني ايه حلال وحرام لا يمكن يتكلم مع واحدة يتجوزها، صح ولا لا؟ ويدخل لها من سكة الاهتمام والطبطبة والحنية، وعشان كمان يريح ضميره يقول انا مش قصدي حاجة، انا بس بطمن عليها. وبعدها يبدأ يبعت لها بوستات صباحية مليانة ورود، وما يمنعش برضه آية قرآنية عشان ربنا يحفظها من العين والحسد. أنا بس بفضفض معاكي وانتي كمان بتفضفضي معايا، وكله بما يرضي الله. لا لا لا، أنا بقول لك عمر ده ما كان يرضي الله أبدا. لو سمحت بلاش الصدر الحنين والكلام المعسول اللي يودي في داهية ده. سيب الست في حالها، سيبها راضية بعيشتها، لأن الست دي لو كانت ضعيفة أو عندها مشاكل مع جوزها، أو لو حتى جوزها راجل ما بيعرفش يقول كلام حلو زيك، راجل طيب بس ملبوخ في شغله يحاول يكفي بيته، بتصرفاتك المراهقة دي هتخرب بيتها وهتهد حياتها، وفي عيال هتتبهدل بسببك. بلاش تستغل ضعف واحدة ست وخليك راجل محترم، اعرف الحلال والحرام واحترم الراجل اللي الست دي شايلة اسمه. هتقولي يا سلام، وهي مش محترمة ليه؟ وهي ما احترمتهوش ليه؟ وهي يعني مش عارفة الصح من الغلط والحلال من الحرام؟ أقول لك يا سيدي، هي مش محترمة، هي ما تعرفش الحلال والحرام، هي فيها اللي فيها، دي مش قضيتك. هي ربنا هيحاسبها على كل اللي هتعمله. انت بقى قضيتك انك تتقي ربنا وبس، لانك كما تدين تدان، وكل اللي انت هتعمله النهارده هيترد لك بكره. ويا سيدي لو مش مستريح مع مراتك، عايز ترتبط او تتجوز وانت مقتدر وتقدر تفتح بيتين، حقك وماله، محدش يقدر يلومك. الدنيا مليانة ستات بس مش متجوزة. المهم ان انت تعدل ما بينهم وتختار صح، وكله بما يرضي الله. بس هأكد عليك واقولك المهم انك تبعد عن الست المتجوزة، سيبها راضية بعيشتها وبحياتها. الدنيا صعبة والحياة كلها مشاكل، بلاش كل واحد يدور على نقطة ضعف الطرف التاني ويزوق نفسه ويجملها ويضغط على نقطة الضعف دي عشان يوقعه. ايه اللي خراب البيوت؟ دي حاجة تغضب ربنا وعقابها شديد جدا. ويا ستي انت كمان ربنا يهديكي، ما تفتحيش على نفسك باب جهنم وترجعي تقولي يا ريت اللي جرى مكان. صوني جوزك ابو ولادك اللي امنك على اسمه وبيته وماله وعرضه، وما تصغريهوش ما تكسريهوش. قفلي على نفسك مداخل الشيطان، ما تتكلميش مع اي راجل مهما كان هو مين. لو كانت اخلاق الدنيا فيه ما تتكلميش الا في وجود جوزك وبس. صدقيني مفيش حاجه اسمها صديق ولا اخ ولا قريب. وافهمي ان فضفضتك مع راجل تاني عمرها ما هتحللك مشكلتك ابدا، بالعكس، دي اللي هتخرب عليكي. ولو مش عارفه تصوني جوزك افتكري ان ربنا حللك الطلاق، لكن عمره ما حللك ابدا الخيانه والظلم وتشريد العيال والمصايب الكتيره اللي بتحصل اليومين دول. كل ده بسبب اننا ما بنتبعش اوامر ربنا. مش معنى اننا نزلنا نشتغل يبقى ننسى اللي ربنا امرنا بيه. حافظوا على بيوتكم، احنا في زمن الفتن. انا عارفه ان كلامي قاسي شويه، بس بجد بقى فيه مصايب بتحصل اليومين دول والبيوت بتتخرب. ارجوكوا تقبلوا مني الكلمتين دول، انا واحده بتحبكم وبتحذركم قبل فوات الاوان. وفي النهايه ما تنساش تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام وتعمل بوصيته. النبي قال بلغوا عني ولو آية، وكمان قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. بقى انت تبلغ الآية وتساعد في نشر الخير وتعمل لايك وشير عشان الكل يستفيد. بحبكم في الله، هدية محمود.